فهذا الرجل ضار على الأمة الإسلام. وقبل أن أختم فضيلة الشيخ أحب أن أقول عن أبي إسحاق الحويني. أبو إسحاق الحويني فضيلة الشيخ له محاضرة تسمى عجبا يا بلد الأزهر، عندما سئل فيها قال السؤال: هل الزواج من العوامل التي تعين على طلب العلم الشرعي؟ قال بالنص الواحد في إجابة السؤال: أنت عندما تذهب لتتزوج تزوج امرأة فيها خصلة واحدة فقط ودع ما دون ذلك، وهي تسمع وتطيع فقط. لو كفر زوجها كفرت معه. كذلك مرة ثانية فضيلة الشيخ: لو كفر زوجها كفرت معه. ثم قال: تسمع وتطيع فقط لا غير، لأنك مهما كلفتها به من المعروف لا تستجيب، إلى آخر كلامه. فهذا الكلام والعياذ بالله هذا الكلام يعتبر ردة عن الإسلام يستفاد منها أبي إسحاق الحويني، وهذه طريقة أبي إسحاق الحويني في اختيار تلاميذه. لو كفر الشيخ كفروا معه، لو ضل الشيخ ضلوا معه، لو خرج الشيخ خرجوا معه. هذه طريقة أبي إسحاق الحويني، وهذا القول فضيلة الشيخ أرجو التعقيب عليه. الله يفتح عليك يا شيخ. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أما قال الملحوظة اللي بيقولها أخونا عمر بارك الله فيه، بيقول ان الشيخ الحويني قال على شيخ عبد الرحمن هذا شيخي. بنقول طيب اعرفوا بقى منهج الشيخ الحويني، منهج اخواني صرف. سيبوكم من بدعه انه كان سمع من الالباني ولا كلام كذب. لا ده كان ترويج ضحك. نعم. وبعدين بيعاند الاحاديث شيخ الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضفض بذات الدين. بيقول لا خدها بتسمع وتطيع. يعني ايه؟ اختار لك واحده دابه يعني بس وخلاص. ان كفر اعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله من الخذلان. الله السلام. يا شيخ حضرتك اخونا حسن قال كلمه، يقول ان الاخوان